الرسالة من مجهول عليها مش مسؤول، وانا مش مسؤول بجد عن اي حاجة تتقال سواء منهم او مني. الموضوع ده معصبني جدا ولغاية دلوقتي مش عارف اتملك اعصابي. يا ريت ترد عليا بسرعة. مرة كنت قاعد مع خطيبتي في كوفي شوب، واللي شغال هناك وهو بينزل الطلبات دلق عليا كوباية العصير، وانا كنت لابس الوان فاتحة والهدوم بقعت. المشكلة ان لما العصير اتكب خطيبتي قعدت تضحك بصوت عالي والناس كلها اتفرجت عليا. هم وزعوا نكت ولا ايه؟ حتى الواد ضحك خطيبتي كان بيعتذر لي هو وبيضحك. فانا معرفتش اقعد ومشيت على طول، ووصلت خطيبتي البيت، ومن ساعتها مش طايقها عشان لما بتكلمني بتهزر وتقول لي وانا بفكر اسيبها. عندي حق. بص، هو بصراحه الموقف ده صعب، بس هو انت واضح انك خاطب واحده من مواليد 2005 2006 كده، خاطب واحده من ديزني لاند توم وجيري مثلا. انت يا اما خطوبه صالونات او انت كنت مضايقها في حاجات معينه كده، فهي ما صدقت تحصل معاك اي موقف ومسكت فيه وقعدت تضحك، وحتى كمان مش فارق معاها زعلك وبتقول لك قال ايه البنطلون كويس دلوقتي. فانا ما اظنش ان لو علاقتكم كانت على حب او ان انتوا فاهمين بعض قوي انت تزعل. يعني هو الموقف يضحك، بصراحة ممكن يضحك للامانة، بس ان هي تزيد بقى في الضحك وما تقدرش ان انت زعلان او متضايق، فالموضوع فيه ان او هي دماغها كده بتحب تضحك على اي حوار. انا من رايي بصراحة انك ما تتسرعش تقول هتسيبها وتفك الخطوبة، حرام. لكن انت ممكن تعمل حاجة ذكية بقى، وهو ده هيبقى مربض الفرس. تروح تعزمها في كافي شوب تاني وتبقى متفق بقى مع الويتر هناك ان هو يكب العصير عليها هي بقى، وتقعد انت بقى تضحك وتعمل نفسك كده وتشوف هي رد فعلها ايه. لو هي اتقمصت وزعلت وخلاص كده هي هتلاقيها فكت وحدها، فبالتالي فك الخطوبه يبقى من عندها، تاخد انت ذهبك وحاجاتك وكل دنيتك ويبقى لعب منها، وكده كده يبقى انت عرفت نيتها اصلا من الاول وانت اصلا عايز تفك وخلاص. لكن لو لقيتها ان هي اتعملت عادي وبتاع وتملكت نفسها واخدت الموضوع بهزار والدنيا مشيت، فيبقى انت مكبر الموضوع وهي شخصيتها كده من مواليد ديزني لاند، فخلاص بقى يعني انت ترضى بالموضوع ومحدش غصبك على ايدك انك تخطب واحده من مواليد 2005 و 2006 يعني. وبعدين انت بصراحه لو كاريزما كده ولا هيفرق معاك ولا يهزك اصلا. عصير يتكب ما يتكبش، ايه المشكله يعني؟ يا راجل خليك واثق في نفسك. بس الحوار ده جربه وربنا معاك، ومستني اشوف انت هتفك ولا هتكمل يعني.